المهدي المنتظر هو شخصية محورية في العقيدة الإسلامية عند السنة والشيعة، ويعتبر من علامات الساعة الكبرى. يعتقد أنه رجل من نسل النبي محمد، من أهل بيت النبوة، وتحديداً من نسل الحسن أو الحسين رضي الله عنهما. اسمه ليس بمحمد، وهو عند ظهوره سيشرح اسمه. يوصف بأنه رجل صالح تقي وعادل، يبعث في وقت يعم فيه الظلم والفساد ليعيد العدل ويصلح أحوال الأمة. يقال إنه من قريش ومن نسل فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يظهر المهدي في وقت تملأ فيه الأرض جوراً وظلماً، فيعمل على نشر العدل والمساواة. يوصف بأنه رجل حسن الخلق، متواضع، قوي الإيمان، عادل في حكمه، ولا يعرف بكونه المهدي إلا بعد إصلاح الله له في ليلة واحدة. تختلف الروايات، لكن يقال إنه سيحكم ل7 سنوات أو أكثر، تنعم خلالها الأرض بالرخاء والسلام. سيقود المسلمين إلى استعادة العدل، وينتصر في معارك مهمة مثل فتح روما والقضاء على الظلم والفساد. بعض الروايات تشير إلى أنه سيكون له دور في مواجهة المسيح الدجال، وأن نزول النبي عيسى عليه السلام سيكون في عهده. عند أهل السنة، المهدي شخصية مستقبلية ولم يظهر بعد، يؤمنون بأنه سيظهر في آخر الزمان. أما عند الشيعة الاثني عشرية، المهدي هو الإمام الثاني عشر، محمد بن الحسن العسكري، الذي دخل في غيبة كبرى منذ القرن التاسع الميلادي. سيظهر في نهاية الزمان. تشير الأحاديث إلى علامات تسبق ظهوره، مثل كثرة الفتن، الظلم، فساد الحكام، والزلازل. ومن العلامات الكبرى هو خروج جيش لقتاله، لكنه يهلك بمعجزة إلهية. المهدي المنتظر هو رمز للأمل والوعد بتحقيق العدل الإلهي في الأرض، وله دور محوري في إحياء الشريعة الإسلامية وتحقيق السلام العالمي، وهو جزء من العقيدة المرتبطة بنهاية العالم.